بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا، بقالي يومين ما نزلتش معاكم فيديوهات، والله مش فاضية خالص. امتحانات الولاد الأسبوع الجاي بتاعت الشهر، ودروس بقى انتوا فاهمين. فالدنيا محتاسة جدا على دماغي، بس كل ما بفضى كده بعمل معاكم فيديو على السريع كده، اتمنى انه يعجبكم. حطي لايك بقى واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل الاشعارات الجديدة. طبعا انا دخلت النهاردة على المطبخ، قلت اول حاجة اعملها بقى في تنظيفات رمضان. ادخل انضف شوية في المطبخ كده، بما ان النهاردة الخميس الولاد ما راحوش المدرسة، فعندي وقت فاضي الحبة بتوع الصبح دول. قلت اعمل فيهم المطبخ على السريع كده. في ناس كتير طلبت مني تنظيفات رمضان، بس والله هحاول اعمل معاكم يعني على راسي والله. بس انتوا فاهمين الوقت الايام دي ضيق، يمكن بعد ما الولاد يخلصوا امتحانات الشهر الاسبوع ده ممكن ان شاء الله بعد كده نبتدي ننظف كل يوم حاجة كده مع بعض. اول حاجة بقى المطبخ، انا دخلت طبعا في مواعين فطار، شلت السجادة من على الارض الاول. انا كنت غسلها اصلا من كام يوم كده فنضيفة، شلتها ودخلت بقى على المواعين الاول، قلت اغسلها اللي في الحوض بتاعه الفطار دي. وجبت البراد اللي بنشرب فيه الشاي، طبعا هو استلس فمتوسخ. حطيت ملح ليمون وخل وميه، وحطيته على النار يغلي كده، بصوا بيبقى زي الفل بعد كده. وجبت بقى، مش عارفه الاضاءه غمقت كده ليه في الحته دي بصراحه، معلش سامحوني بقى. الستاند بتاعي اصلا مكسور، والتصوير صعب جدا من غير الستاند، ومش بعرف اظبط الاضاءه، بحط التليفون على اي حاجه كده الصراحه، فالصوره ساعات بتبقى مش مظبوطه، واضاءتها برضو مش مظبوطه، فسامحوني لغايه ما اجيب ستاند جديد يعني. انتوا حبايبي وهتعذروني يعني، وهتعذروني برضو لو اتاخرت عليكم، عشان انتوا عارفين الوقت ضيق قوي الايام دي، معلش. فانا عارفه ان انتوا هتقدروا يعني. قلت بقى المطبخ طبعا والله في حاجات كتير عايزة تتعمل، بس النهاردة انجزت شوية حاجات، بس جيت في اخر اليوم اتنكدت وصراحة. وفي حاجات كتير عملتها في المطبخ ما صورتهاش معاكم بسبب ان انا اتنكدت جدا، وزعلت قوي على اللي حصل اخر الفيديو، هقول لكم عليه. وما تغلطوش غلطتي الصراحة، وما تسمعوش كلام حد، والله حسبي الله ونعم الوكيل. بصوا انا بقى بغسل كل الكوبايات وكل الحاجات الاول، وبعدين اغسل الحوض، وبعدين ارجع اشطف بقى. طبعا انا مش عايزه اعلقهم عشان انا هشيل دلوقتي واغسل. هحطهم على جنب كده لغايه ما اشوف انا هحطهم فين. المطابخ الصغيره دي والله يعني في ناس كتير تشوفها تقول ده يعني ما فيهوش حاجه وتنظيفه بسيط، لا بالعكس، بيبقى في حاجات كتير جدا، والدهون بتتراكم فيه عشان صغير، فعشان كده تلاقوه بقى يعني بياخد وقت. طبعا جبت بتاعت المعالق، اول حاجه كانت وحشه جدا يعني بصراحه، اسفه على المنظر. بقالي شويه ياما كده مش عارفه بصراحه اعمل حاجه، فاهملت المطبخ شويه. حطيت كل المعالق في الحوض بقى، المعالق والسكاكين هغسلهم، والشوك، واغسل كمان البتاعه بتاعتهم دي عشان احط كله على نظافه بقى اهو. الله المستعان بقى نخلص. انا عايزه اعمل شويه تنظيفات برضو في الشقه، واعمل شويه ترويقات في الدواليب في الجزامات، الحاجات دي قبل رمضان، لان انتوا عارفين رمضان كل سنه وانتوا طيبين، وقته بيبقى قصير يا دوبك عشان تعملي الفطار والحلويات والعصير. ما بتبقيش فاضيه تشتغلي في البيت كتير، وبعدين عايزين نكرس وقتنا للعبادات بقى، مش هنقعد ننظف ونعمل. انا عامه في رمضان ما بحبش انضف اصلا كتير يعني، بعمل من على الوش كده، لاني ببقى بعمل تنظيفة عميقة قوي قبل رمضان. وحتى على العيد ما بقلبش الدنيا قوي برضو، عشان مش بحب اشتغل كتير في رمضان في الشقة بصراحة واضيع وقتي. والسنة دي الحمد لله انا كنت اصلا مبيضة قبل في اول رجب يعني، فكنت قلبة الدنيا برضو، وغاسلة كل حاجة، والشقة نظيفة يعني، تعتبر إلى حد ما الأساسيات معمولة يعني. فأنا برضك لو عملت معاكم شوية تنظيفات على رمضان هتبقى برضو تنظيفات مش عميقة قوي، لأني زي ما قلت لكم أنا كنت لسه مبيضة ومظبطة الدنيا يعني. بس طبعا المطبخ مهما تعملي فيه لازم دايما، لو مش ايدك فيه كل اسبوع ولا حاجه على الاقل بيتوسخ. طبعا اهو المعالق والشوك والكبشات وكل الحاجات اللي بعمل بيها، والتربو ده كله نضفته كده، ونضفت الجنب ده كله. وبعدين جيت على الجنب ده بقى، البراد كان بصوا غيله خالص اهو، مش عارفه الصوره عملت كده ليه والله يعني. لو حطيتولي لايك يبقى كتر خيركم بعد التصوير الفاشل ده. بس والله العظيم تعبت في الفيديو، انا تعبت جدا وانا بصور وانا بشتغل، بس عشان ما فيش ستاند فالصوره مش راضيه تظبط معايا يعني. جبت اللهلوب اهو، وصفيت الميه السخنه من البراد،
وقعدت ادعكه بقى. بصوا بيروح بقى زي الفل. لو في اي تكلسات بقى اي حاجه بينضف. ممكن تعملي الكاتل بتاعك بنفس الطريقه، بيبقى نضيف قوي زي الفل، والاستانلس بيلمع وبيبقى جميل. ملح ليمون وخل وتغليه على النار بس. دي انا بعمل بيها من سنين. الخلطه دي بعتمدها في الكاتل وفي البراد الاستانلس، بصراحه بتخليه فله. طبعا بشطفه كويس، اللهلوبه لزقت فيه. فبشوفه على فكره. لو ما عندكيش لهلوبه بالبريل العادي يعني، بس الصراحه اللهلوبه بتلمع الاستانلس قوي. بصوا البراد بقى نضيف زي الفل اهو. خدت جزء جزء يعني. عملت الاول الجزء بتاع المعالق والبراد والتربو اللي فيه الحلل والحاجات دي، عملته الاول، وبعدين دخلت بقى ايه على البوتاجاز بقى والناحيه التانية. بصوا بقى دي مش منصحكمش تعملوا الخلطه دي الصراحه، عشان دي كانت كارثه. كربوناتو وحته لهلوبه و... وخل، واحط عيون البوتاجاز يغلوا على النار. بصوا عيون البوتاجاز فله. بس انا قلت يا بت ايه، انا شفت الخلطه دي على اليوتيوب برضو، صاحبه قناه مليونيه الصراحه جايبالك عيون البوتاجاز كانت محروقه ومنيله، وعملت الخلطه دي طلعوا بيبرقوا. انا طبعا بتوعي ما كانوش محروقين والله، هم بس ايه ولا عليهم نضاف والله. بس انا قلت بما اني بنضف المطبخ اخدهم اعمل لهم الخلطه دي عشان يلمعوا ويبقوا ايه بيبرقوا كده زي الفضه كده. بصوا طبعا رصيت روقت الرشاقه. ودي كمان غسلت الحاجات كلها اللي كانت مدهننه وعليها دهون وزيت مطرح ما بقلي وكده. رشيت الباور ده وغسلت كل حاجه ورجعتها تاني. وبعدين ايه برشه على الحيطان برضو واسيبه 10 دقايق كده، وبعدين ادعك الحيطان بقى. علشان بصوا بدعكها بعد الباور عشان لو فيها دهون ولا حاجه. بنضف جزء جزء بقى كده من المطبخ زي ما حضراتكم شايفين. جبت بقى المساحه دي عبقريه الصراحه. لو ما عندكيش واحده منها جيبي والله واحده، بتخليلك الدنيا فله، ولا تقفي على كرسي بقى ولا اي حاجه. بعد ما دعكت كده قلت امسح بيها ولمع بقى الحيطان كلها، بتجيب من فوق لتحت. بصوا فله. وبعدين تشطفيها بتبقى جميله. نزلت كمان الشفاط اهو، وبرش عليه الباور ده برضو حلو قوي للدهون. طبعا هو الشفاط مش وسخ قوي الصراحه، لان انا بعمله كتير يعني، بعمله على طول اهو. قلت كمان ارش عليه واغسله بقى بالمره عشان تبقى تنظيفه حلوه كده قبل رمضان، عشان ايه نستقبل رمضان كده ومطبخنا نضيف ونطبخ فيه واحنا بقى ايه بالنا مرتاح يعني. بس جيت في الاخر والله واتنكدت جدا. دلوقتي هتعرفوا انا اتنكدت ليه الصراحه. طبعا البوتاجاز بتاعي اهو رشيت عليه بريل كده، وقلت ادعكه دعكه محترمه من بره ومن جوه بقى، والفرن بتاعه والجناب واسيق وراه. يعني انا كل يوم بنضفه وزي ما حضراتكم شايفين نضيف كده. بس قلت بقى دي تنظيفه عميقه بقى يعني. وهشيل الاستيكر اللي على المرايه ده برضو، واغسل المرايه غسله حلوه ومش هركبه دلوقتي. انا جايبه واحد جديد بس مش هركبه غير مثلا قبل رمضان بيوم ولا حاجه، علشان استمتع شويه بالمرايه. انا دايما مغطياها، فقلت بقى ايه يعني اسيبها مكشوفه شويه ما يجراش حاجه. غسلت بقى البوتاجاز وخلصته، ورحت بقى ايه مسحه الارض وغسله البهارات برطمانات البهارات بس ما فضيتهاش، ورتبت رشاقات المواعين وغسلت برضو الحاجات اللي كانت مزيته، والشفاط والبهارات ده غسلته كله بس من غير ما افضيه علشان هم كانوا نضاف يعني، اللي عليهم دهون من بره كده. والحيطان كلها لمعتها، والبوتاجاز خلصته، والارض سيقتها وفرشتها. بس ما رضيتش لما اتنكدت صراحه ما صورتش بقى، كملت لكم بس جوله اخيره كده وانا بعد ما خلصت يعني. علبه السمنه دي بتعمل لي صدى كده على الرخامه، فحطيت تحتها بتاعه الحاجات السخنه دي عشان ما تبوظيش الرخامه، انا لسه غسلاها. وبصوا الفرن خليته فله والله العظيم بسلكه وبريل بس. والمرايه هي كمان برضك نضفتها وسبتها، قلت عريانه شويه كده ايه يعني تغيير منظر، وبعدين نبقى نركب الورقه الجديده. بصوا الكارثه بقى. بصوا عيون البوتاجاز بعد ما غليتها بالخلطه، حسبي الله ونعم الوكيل. بصوا اسودت وطوست ازاي بعد ما كانت بتلمع زي الفل، والله كانت بتلمع وفله. بصوا طوست ازاي، يا ريتني ما عملت الحكايه دي. ادي اخره اللي يمشي ورا ستات النت اللي ما عندهمش ضمير، والله حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. مش اي حد يقول لك حاجه على فكره تصدقيها. والله قناه مليونيه وقعدت تحلف العيون رجعتها جديده زي الفضه بعد ما كانت محروقه ومش عارفه ايه. بصوا بقت مطوسين ازاي، والله ما حطيت غير كربوناتو وخل وحب وحته لهلوبه وسبتها تغلي على النار، طلعت بالشكل البشع اللي حضراتكم شايفينه ده. بالله عليكم لو تعرفوا طريقه ترجعهم لي تاني جداد قولوا لي، لاني مش عارفه اعمل ايه.